السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفيديو جديد من داخل أحد مشاريعنا المميزة واللي هو نادي أرطغرل الغازي للفروسية. وليش تسمى باسم نادي أرطغرل الغازي؟ طيب، نسبة لأرطغرل والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. طبعا هو أول من وضع حجر الأساس للدولة العثمانية، واسم أرطغرل الغازي جاي بمعنى الرجل العقاب المجاهد في سبيل الله. أول شيء بتميز في نادينا هو التصميم الأثري الروماني القديم، وهذا النادي كمان تم استخدامه للعلاج بالفروسية، يعني علاج لذوي الاحتياجات الخاصة بيجوا لهون بدربوهم بخلوا لهم منفس عن الغرف اللي قاعدين فيها. وثاني شيء تدريب لطلاب مدرسة، طلاب روضة، صغار كبار، ما في عمر محدد للتدريب هون. وطبعا هون في عدد منيح من الخيول العربية الأصيلة اللي هي صارت نادرا وجودها في الشمال السوري. وبعد الحرب اللي صار عندهم بسوريا مثل ما تهجروا الناس وتأذوا، كمان الخيل تم تهجيرهم. رح أعرفكم اليوم على أحمد اللي هو رح يكون بطل الفيديو لليوم. وطبعا في النادي هون بنتبع أعلى أساليب الحماية اللي هي الخوذة والدرع لحتى نتجنب أي ضرر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أحمد سليمان، أحد المتدربين في نادي أرطغرل الغازي الفروسية. بلشت بالخيل صار لي 3 سنين. عندي هواية كتير بالخيل، وهذا حصان صقر صديقي محسن مصري أصيل ويعني هو صديقي أكثر من أي إنسان. صحيح أنا صغير بالسن، بس إيش وجودي بالنادي حسسني رجل كتير. من بركب على الخيل وبركض أحس حالي ملكت الدنيا كلها. طبعا هذا نجم من أحلى الخيول العربية الأصيلة اللي موجودة هون، أدهم. تمام. وبمجرد ما ندخل لهالمكان بدنا نشم ريحة التراث اللي موجود فيه، من حيطان، من أجواء، كل شيء بدل إنه هذا تراث عربي سوري أصيل. Back and forth through my mind, but I just take away.
تفضلوا اشرب الشاي.